ازاي تسعر شغلك الهاند ميد صح؟ الفيديو ده هنتكلم فيه من صفر الاحتراف والضرايب واسرار السوق كلها. لو انت بتسعري شغلك الهاند ميد على مزاج الزبون يبقى انت مش بتشتغلي، انت بتتطوعي. ولو عشان تحسي ان الناس بتحبك يبقى الفيديو ده معمول عشانك. وعمرك كمان ما عملت قطع كروشيه خدتي فيها ايام كتير او بسعر حسيتي كمان انك خسرتي والزبون قالك كمان غالي، فالفيديو ده هيغير فكرتك تماما عن التسعير. تمام، فانت دلوقتي بتبيعي شنطه كروشيه ب250 واقل خامه فيها ب170، يبقى انت مش بتكسبي، انت بتدفعي من جيبك. تمام. اغلب الهاند ميد بيقفل مش عشان شغل ومش عشان حتى السوق واقف، لكن عشان التسعير بتاعك بيبقى غلط تماما. واكتر مشروع بيموت بهدوء هو اللي هو بيموت بهدوء بيبقى ايه؟ هو مشروع اللي صاحبه بيشتغل كتير وفي الاخر بيكسب صفر. مفيش اصلا شغل يعني بيبقى الواحد يقعد يشتغل كتير وفي الاخر ربحه او اللي هو الشغل بتاعه بيبقى صفر تماما كأنه ما بيشتغلش اصلا. اول حاجه هنعرف مع بعض فصل الاول عقليه التسعير. قبل ما نحسب الارقام لازم نصلح دماغنا. يعني انت مش هوايه، انت مش بتستغلي، لكن انت مشروع. الهوايه دي بتبيع برخيص لكن المشروع بيبيع صح. فاحنا لازم علشان نبدا اللي هو التسعير لازم نظبط دماغنا كويس في الحساب ونبدا مع بعض. تاني فصل طبعا ان هو انواع التكاليف كتير او ناس كتير بتغلط فيها، اللي هي تكاليف مباشره وتكاليف غير مباشره. تكاليف مباشره زي خيوط، بطانه، اكسسوارات، اي حاجه بقى، سوست، اي حاجه. تكاليف غير مباشره زي كهرباء، انترنت، اضاءه، ادوات، تلف خامه. حتى اللي هو الغلط بيكون ليه تكلفه. فالناس بتنسى كمان ان هي يركزوا في الناحيه اللي هي التلف الخام. زي ما انتوا شايفين كده كل الشنط دي، كل حاجة، كل قطعة مختلفة عن الثانية، بتاخد وقت في شغل معين وفي نفس الوقت بتاخد عدد ساعات معينة، والتسعير بتاعها بيكون مختلف من تاني لتاني، سواء الأحجام أو الخامة أو شكل اللي هو الشغل نفسه بياخد وقت قد ايه. يجي بقى اللي هو فصل اللي هو تالت تسعير وقتك، يعني بسعر مش مزاج. لو انت ما عندكيش رقم ثابت بتاعتك او اي حد هيحدد لك قيمتك ووقتك، انت تختاري انت مبتدئه ولا متوسطه ولا محترفه في الساعه بتاخدي كام. السعر ده مش للزبون، ده بيكون لنفسك. يعني مثال الشغل مثلا 12 ساعه، السعر الساعه ب 30، انت بتضربي 12 في 30 تبقى 360. منها بقى الخامات بقى، وتضيفي خامات ومصاريف وبتاع، هيبقى 600. نيجي بقى هنا الضرايب. لو انت مثلا مش عامله بطاقه ضريبيه يبقى الضريبه انت مثلا بتضيفي عليها اللي هي ضريبه مضافه اللي هي 14%. هتضربي بقى 600 في 14% هيطلع لك ب 84. هتزودي عليها 600 يبقى 684. دي السعر الشنطه مثلا ب 684. دي الحاجة الخامسة بقى الربح الحقيقي اللي هو في ربح ضعيف بيبقى 10% وصحي ونموي. انت بقى بتختاري بقى ربحك بيكون بنسبة كام في المية. فانت دلوقتي بتدوسي بتحطي اللي هو سعر الشنطة، تضيفي عليها اللي هو مثلا الربح بتاعك، نسبة الربح اللي انت بتضيفيه، وبعدين هيطلع لك الإجمالي، فهطلع لك الإجمالي دلوقتي قدامكم 855. يبقى ده سعر الشنطة الصح. الفصل السادس طبعا تسعير البدرات. البدار ده اكبر فخر الهاند ميد بصراحه. الايجار بياخد ايجار، نقل، وقت ضايع، وخساره محتمله. سعرك في البدار كمان لازم يكون اعلى مش اقل، لان انت دلوقتي في بازار بتحسي انك انت بتخسري مش بتكسبي فيه، لانه بيبقى مهلك جدا وفي نفس الوقت ما حد مش كل الناس بتقدر الشغل. الفصل السابع تسعير النفسي. تسعير النفسي ده مش كل الأرقام تتقال. يعني عندك دلوقتي 899 بتكون أقوى من 900. السعر الثابت بيكون أريح، لكن تقعدي تغيري بقى كل شوية السعر وبتاع، فالناس مش بتبقى حابة اللي هي الطريقة دي. كمان مفيش فصال في الشغل اليدوي خالص. تمام. الزبون لو بيفاصل يعتبر ده مش عميلك أصلا. تمام. الفصل التامن ده هنتكلم بقى على الفصال. مش كل ما اي حد يقول لك غالي يبقى هو عنده حق. انت مش بتبيعي قوتك، انت بتبيعي وقتك ومهارتك. الشغل معمول بحب، الزبون هو هيدفع وهو راضي حتى لو السعر مش مظبوط. يعني مثلا قولي ده شغل يدوي مش انتاج مصنع، ولو لسه برضه شافوه غالي يبقى هو ده مش زبونك. الزبون اللي يفصلك في تعبك مش هيقدرك بعدها. تبقي ايه، حاسه ان انت شغلك مش متقدر في نفس الوقت. فزي ما انتوا شايفين كل الشنط دي، يعني كل شنطة وكل خامة مختلفة ليها سعر وليها شغل وبتاخد وقت معين. عندك زي ميتاليك، زي الحرير، زي السيرما، زي أي نوع أنواع الشنط.
واكتر غلطات قاتلة جدا اللي هو البيع بخسارة وخوف من زيادة وتبرير السعر زيادة عن اللزوم. طيب احنا نيجي بقى اخر فصل اللي هو امتى تزودي سعرك. امتى تزودي سعرك؟ لو الناس مثلا بتستغرب من سعرك ده يبقى هما مش ناسك اصلا. اول حاجه امتى تزوديه؟ لما يكون الطلب زايد، لما يكون عندك ضغط في الوقت جامد في الشغل، لما تكون الجوده بتكون اعلى وثقتك اعلى، فبالتالي انت ساعتها تقدري تزودي سعر المنتج. فكده زي ما انتوا شايفين احنا عملنا حاجات كتير قوي، كل حاجه ليها سعر مختلف عن التاني. فلو حد عنده اي استفسار على اللي هي الفيديو، مش كل كمان اللي بيشتري هاند ميد بيستحقه، وما بيقدرش شعب اللي ما بيقدرش تعبك يبقى خسارة فيه اصلا المنتج اللي انت بتعمله له. تمام. فالفيديو ده هيبقى انت محتاجاه اكتر، لازم تركزي جامد جدا في التسعير، واهم حاجة انتوا عارفينه مش اي حد يقدر يستحق تعبك، انت بتتعبي فيه كتير. لو حد عنده اي استفسار ممكن يبعت لنا على الفيسبوك والانستجرام اللي هو باليوزر نيم ده، هيطلع لك على طول الاكونت بتاعنا. فأتمنى الفيديو ده طبعا فاتكم، وتعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، يعني اشتراك للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم أي مفيد وأي فيديوهات مفيدة ومعلومات جديدة. مش هبخل عليكم أنا خالص في أي معلومات جديدة. فأتمنى تكتبوا لي في كومنت هل انت هتزودي سعرك بعد الفيديو ده، وهل هو الفيديو ده غير تفكيرك ولا لا. فأشوفكم بقى في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. باي باي.